بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات مادة الرياضيات وشرح درس جديد في الهندسة للصف الثاني الإعدادي، وهو بعنوان المثلث المتساوي الساقين. هتكلم إن شاء الله النهاردة عن درس المثلث المتساوي الساقين، ولكن قبل ما أدخل في تفاصيل الدرس تعال نتذكر مع بعض المثلث وأنواعه. إيه أنواع المثلث بالنسبة لأضلاعه؟ انواع المثلث بالنسبه لاضلاعه زي ما احنا خدنا في المرحله الابتدائيه وفي سنه رابعه ابتدائي وثالثه ابتدائي، ان انواع المثلث عندي 3 انواع بالنسبه للمثلث. بالنسبه لاضلاعه عندي المثلث المتساوي الاضلاع، عندي المثلث المتساوي الساقين، عندي المثلث المختلف الاضلاع. يبقى عندي مثلث متساوي الاضلاع، عندي مثلث متساوي الساقين، عندي مثلث مختلف الاضلاع. مثلث متساوي الاضلاع يعني ال3 أضلاع قد بعض في الطول. يعني ادي مثلا المثلث ألف ب ج، فيه ألف ب بيساوي ب ج يساوي ألف ج. ده معناه ايه؟ معناه ان ال3 أضلاع قد بعض، ولذلك طالما ان ال3 أضلاع قد بعض يبقى ال3 زوايا قد بعض، وقياس كل زاوية فيهم ب60 درجة. النوع الثاني المثلث المتساوي الساقين، وده اللي انا هتكلم عليه بالتفصيل النهارده. ولكن يعني ايه مثلث متساوي الساقين؟ يعني في ضلعين بس هما اللي ايه، اللي قد بعض في الطول، ولذلك طالما ان هما في ضلعين بس متساويين يبقى في زاويتين قد بعض. الزاويتين دول بيكونوا جبال الضلعين على طول. يعني السين صاد الزاويه اللي جبالها زاويه عين، والسين عين الزاوية اللي جبالها زاوية صاد. يبقى طالما ان السين صاد بتساوي السين عين يبقى قياس زاوية صاد يساوي قياس زاوية عين، او زاوية صاد يساوي زاوية عين. النوع الثالث والاخير ده مثلث مختلف الاضلاع. يعني ممكن يكون 4 سنتي ولا ضلع قد التاني في الطول. دي انواع المثلث بالنسبة لاضلاعه. تمام كده. هندخل ان شاء الله على نظرية واحد الخاصة بالمثلث المتساوي الساقين، اللي هو فيه ضلعين بس اللي هما قد بعض. بيقول لي هنا زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين مالهم متطابقتان. يعني ايه زاوية؟ زاوية يعني زاويتين القاعدة. الالف هنا الف الاثنين. زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان، يعني متساويتان في القياس. يعني انا عندي مثلث متساوي الساقين هنا فيه س صاد يساوي س عين. على طول النتيجة بتاعتها ان قياس زاوية صاد يساوي قياس زاوية عين، يعني الزاويتين بتوعت القاعدة قد بعض. يعني زاوية القاعدة دي صاد اللي هي لو كانت ب50 درجة يبقى زاوية العين ب50 درجة. زاوية الصاد لو كانت ب30 درجة يبقى زاوية العين ب30 درجة. ادي معنى كلمة زاويتي القاعدة متطابقتان. طيب، بيقول لك كل زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين حادة. يعني بيقول لك الزاويتين اللي هم زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين حادة. يعني الزاوية دي بتكون حادة والزاوية دي بتكون حادة. طب بتكون ايه؟ قال لك زاوية الرأس ممكن ان تكون حادة، ممكن ان تكون منفرجة، ممكن ان تكون قائمة. خلاص كده. يبقى نظرية واحد بتقول ايه؟ زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان. كل زاويتين القاعدة في المثلث المتساوي الساقين حادة. زاوية الرأس ممكن تكون حادة أو منفرجة أو قائمة. هنوضح الكلام ده بالتفصيل بالتدريب وبالأمثلة. بيقول لي هنا المثلث أ ب ج مدينا علامتين قد بعض. يعني معنى كده إن الألف ب بيساوي ألف ج. على طول يبقى قياس بيساوي، لأن ده مثلث متساوي الساقين. خدنا معلومة في سنة أولى إعدادي لما يبقى عندي مثلث وفيه زاوية من بره يا مستر، يعني الزاوية دي خارجة عن المثلث، ما هياش تبع المثلث من جوه. طب ايه علاقة الزاوية الخارجة دي بالزوايا اللي من جوه؟ الزاوية اللي من بره دي اسمها زاوية خارجة، عبارة عن مجموع قياسها يعني بيساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدا المجاورة لها. يعني ما بصش للي جنبيها. يعني الزاوية الخارجة دي اللي هي من بره قياسها بيساوي مجموع الزاويتين اللي من جوه. خلاص كده. يعني دي لو الزاوية دي ب50، الزاوية دي ب50،
والزاوية دي ب50 وهما الاتنين بكام؟ ب100. مجموع الزاويتين دول يديني الزاوية الخارجة اللي من بره. دي معلومة هنستفيد بيها برضو في البراهين. يبقى مجموع قياسي أو قياس الزاوية الخارجة عن المثلث أو للمثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدا المجاورة لها. يبقى زاوية أ ج د خارجة عن المثلث أ ب ج. يبقى إذا قياس زاوية أ ج د اللي هي الزاوية دي يساوي قياس زاوية أ زائد قياس زاوية الب. ندخل على تمارين. قبل ما ادخل على تمارين أنا عايز أسأل سؤال لحبايبنا وطلابنا الممتازين. هل معنى إن المثلث المتساوي الساقين إن لازم تكون زاوية الرأس من فوق؟ يعني لازم تكون زاوية الرأس من فوق؟ لا، في أشكال مختلفة للمثلث المتساوي الساقين. ممكن يجيبهولي الألف ب يساوي الألف ج زي ما انتوا شايفين كده، يبقى الزاويتين القاعدة من تحت، تمام كده. وممكن يجيبهولي بالشكل ده أهو، يبقى الضلع ده كده كده، الضلع ده يبقى الزاويتين دول اللي هما زاويتين القاعدة من تحت. يعني ممكن الرأس يبقى من فوق، ممكن يبقى على اليمين، ممكن يبقى من تحت اهو الضلع ده قد الضلع ده، يبقى الزاويه الزاويه دي قد الزاويه دي، تمام. يبقى الراس ده بيختلف، ممكن يبقى فوق، ممكن يبقى على اليمين، ممكن يبقى من تحت. انت طبعا لازم تتاكد من العلامات دي هي اللي بتبين لك على ان انهي ضلعين في المثلث قد بعض. ممكن يديني مثلث زي كده قائم الزاويه ب وهو اصلا فيه ضلعين قد بعض، يعني ده كمان مثلث قائم الزاويه وفي نفس الوقت كمان متساوي الساقين. تعال نبدأ نشوف الأمثلة مع بعض ونشوف هنحل إزاي. أول حاجة هنا بيقول لي في كل من الأشكال الآتية أوجد قيمة الرمز المستخدم في قياس الزاوية. طبعا يا جماعة المثلث ده مثلث متساوي الساقين، مديني الضلع ده يساوي الضلع ده ومديني فيه زاوية هنا ب50. أكيد طالما إن الضلع قد الضلع يبقى الزاوية زاوية القاعدة دي قد زاوية القاعدة دي. طب ما في واحدة فيهم ب50 يبقى التانية ب50. هو عايز قيمة السين، يبقى أكتب 50 درجة، تمام. طيب ده برضو مثلث متساوي الساقين، عامل لي علامتين تساوي على الاضلاع، معناه ان الضلع ده طوله بيساوي الضلع ده. ومديني اكيد طبعا ان زاويتي القاعده قد بعض في القياس. لو اداني واحده منيهم اقدر اجيب الثانيه. طب ما هو مديني الزاويه دي ب 54، تبقى الصاد بكام؟ تبقى زيها ب 54 درجه. طب هو عايز كمان زاويه الراس، يبقى اجمع ال 54 وال 54 يديني 108. اطرح ال 180 من ال 108 يديني 72 درجة. جات ازاي ال 72؟ جمعت 54 و54 يديني كام؟ 108. وطرحت ال 180 عشان ثلاث زوايا بتوعت المثلث ب 180 درجة، شلت منهم ال 108 اداني 72، تمام كده. يعني السين ديت يساوي 180 ناقص 54 زائد 54 والناتج طلع ب 72 درجة، تمام كده. طب تعالى بقى نخلف الأضلاع، وبدل ما هم واقفين كده وأنا عارف إن زاويتين القاعدة من تحت، تعال نشوف الرأس فين هنا. الرأس هنا اللي هو اللي زاويته 50 درجة، حتى هو عامل لي علامة تساوي على الضلعين، شوف كده عامل لي علامة تساوي، لكن هنا مديني زاوية الرأس. هنا مديني زاوية الرأس. هنا يا جماعة الأول كان مديني زاوية واحدة من القاعدة، من زاويتي القاعدة، وانا اجيب الزاوية التانية كديها بالظبط واجمع الاتنين دول واطرحهم من 180. طيب هنا في المسألة مديني زاوية الرأس. طب انا عايز زاويتي القاعدة، اعمل ايه؟ عشان اجيب زاويتي القاعدة اطرح 180 ناقص 50 واللي يطلع اقسمه على 2. طب اشمعنى اقسمه على 2؟ ما عشان زاويتي القاعدة قد بعض. يبقى اقول ايه؟ 180 ناقص ال 50 على 2. طب ما هي 180 ناقص ال 50 يديني 130. 130 لما اقسمها على 2 يبقى فيها 65 درجة. زاوية السين اللي هي الزاوية دي، والزاوية التانية اللي هي زاوية القاعدة برضو ب 65. حبيت اتأكد، اجمع 65 و65 يديني 130. 130 زائد 50 يديني ال 180. تعال نشوف ننتقل لمسألة تانية. بيقول لي هنا المثلث ده مثلث متساوي الساقين، في الضلع اللي هو ج أ يساوي الضلع ج ب، يبقى أكيد زاويتي القاعدة
قد بعض في القياس، وعايز هو مديني الزاوية اللي هو عايز طالب مني الزاوية الخارجة اللي هو سماها صاد، وطالب مني زاوية س. تعال نشتغل كده بالآلة واحدة واحدة ونشوف هنجيب الزوايا دي ازاي. أول حاجة يا جماعة، هنا المثلث ده متساوي الساقين، يبقى على طول زاويتي القاعدة قد بعض في القياس. يعني زاوية ألف ب63، يبقى الزاوية اللي من جوه دي ب63. تمام كده. هو مش عايزها، لكن انا هجيبها عشان اسهل ان انا اجيب الزاويتين التانيين. خلاص. طب ما انا كده اجمع ال 63 مع ال 63 واطرحهم من 180 يديني زاويه الراس. طب اعملها ازاي دي على الاله عشان يبقى برضو اشتغلنا بدماغنا، ولو حبيت تشتغل بالاله تتصرف ازاي. الثلاث زوايا ب 180 درجه، جبت منهم اتنين عندي موجودين، يبقى اقول 180 ناقص افتح قوس 63 زائد 63، اقفل القوس، لو ما قفلتش القوس غلط، يساوي 54. يبقى السين ديت هيطلع ب 54 درجة. السين هتطلع، الزاوية الرأس دي هتطلع ب 54 درجة. عايز تتأكد، لو جمعت 63 و63 و54 هيديني ال 180 اللي هما الثلاث زوايا الداخلة للمثلث. طيب هو كمان عايز الصاد اللي هي الزاوية كمان الخارجة اللي من بره. طب ما انا لسه شارح يا جماعة الزاوية دي خارجة، ايه علاقتها بالزوايا اللي من جوه؟ ان قياس الزاوية اللي من بره دي يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين. يعني اجمع له ال 54 وال 63 يديني الزاوية اللي من بره. 54 زائد 63 هيديني 117 درجة. تعال نشوف الشكل اللي بعده. هنا مديني مثلث متساوي الساقين في ضلعين قد بعض، اللي هو أ ج يساوي ب ج، ومديني زاوية الرأس اللي من فوق دي ب 42 درجة. هو عايز الزاوية الخارجة وعايز س. طب أنا لو جبت زاويتين القاعدة أقدر أجيب الزاوية الخارجة. تمام. طيب بس هنا مديني زاوية الرأس، عشان أجيب الزاوية ألف أو الزاوية دي اللي هي ب أو ج ب ألف اللي هما الزاويتين بتوع القاعدة. تمام. أطرح 180 أهو، أنا هعملها بخطوة واحدة، أقول 180 ناقص 42 وأقسم على 2، هيديني الزاوية دي ب69 والزاوية دي ب69. أنا يهمني س، يبقى السين دي طلعت ب69 درجة. عايز هو صاد اللي هي الزاوية الخارجة. الزاوية الخارجة اللي من بره قياسها بيساوي مجموع الزاويتين اللي من جوه، اللي هو ال69 ومن تاني وال42، جمعتهم ادوني 111 درجة. تمام كده. طيب تعال نشوف كمان آخر شكل في أشكال المثلث. بيقول لي هنا المثلث ده فيه 3 علامات على ال3 أضلاع، وعايز س اللي من بره. طيب ماشي، ايه معنى كلمة ال3 علامات دول او ال3 علامات يساوي؟ معنى كده ان المثلث ده مثلث متساوي الأضلاع، مش متساوي الساقين، متساوي الأضلاع. الضلع ده قد الضلع ده قد الضلع ده، فكل زاوية من زواياه الداخلة ب60. يعني دي كده ب60 درجة. زاوية ألف ب60 درجة، زاوية ب ب60 درجة. طب انت مش عايز ولا زاوية من اللي جوه، انت عايز الزاوية الخارجة. طب ما الزاوية الخارجة قياسها مجموع الزاويتين اللي من جوه ما عدا اللي جنبيها. يعني كمان اجمع الزاويتين اللي بعاد اللي هما دول. طب ما 60 و60 يديني 120 درجة. ومن هنا ممكن يا جماعة استخرج قاعدة. القاعدة بتقول ايه؟ قياس الزاوية الخارجة للمثلث المتساوي الأضلاع على طول أقول له ب 120 درجة. تعالى كده نشوف مع بعض أسئلة أكمل. السؤال الأول بيقول لي قياس كل زاوية من زوايا المثلث المتساوي الأضلاع بنقط. طب ما احنا لسه شارحينها، أي زاوية من زوايا المثلث المتساوي الأضلاع ب60 درجة. في المثلث المتساوي الساقين إذا كان قياس إحدى زاويتي القاعدة ب65 فإن قياس زاوية رأسه. والله تعالى نرسم المثلث متساوي الساقين ونشوف. أنا لو عندي مثلث متساوي الساقين وزاوية واحدة من زاويتي القاعدة، وبيقول لي إحدى زاويتي القاعدة ب65، يعني الزاوية دي ب65 أكيد يبقى التانية بكام؟ ب65. هو عايز زاوية رأسه. طب زاوية رأسه يجيبها ازاي؟ ما خلاص اجمع ال65 وال65 يديني كام؟ يديني 130. اطرح ال180 ناقص ال130 يبقى زاوية الرأس بتاعته هتطلع ب50 درجة.
تمام كده. طيب في المثلث أ ب ج، إذا كان أ ب بيساوي أ ج، يعني أنا هنا عندي مثلث متساوي الساقين، وليكن المثلث ده اسمه أ ب ج. أ ب بيساوي أ ج، وقياس زاوية أ ب80، يعني معنى كده مديني زاوية الرأس بكام؟ ب80 درجة. وبيقول لي فإن قياس زاوية ب يساوي قياس زاوية ج يساوي نقط. خلاص هي أصلا خلصانة، لأن مديني زاوية الرأس، يبقى أقول له الزاويتين دول قد بعض. يعني كده معنى إيه؟ إن قياس زاوية الب يساوي قياس زاوية الجيم. أنا قلت هعمل إيه؟ هطرح ال180 ناقص ال80 وأقسم على 2. ف180 ناقص ال80 اديني 100. 100 على الاتنين فيها 50 درجة، يبقى الب تاخد 50 والجيم تاخد 50. يبقى قياس زاوية الب يساوي قياس زاوية الجيم يساوي 50 درجة. وبكده أنا خلصت الأشكال اللي هي فيها الضلعين قد بعض في أي شكل من الأشكال اللي احنا شفناها، وخدنا أسئلة أكمل. أدخل دلوقتي على الأشكال المرسومة، يعني براهين الدرس. أول سؤال بالنسبة للبرهان بيقول لي هنا المثلث أ ب ج فيه أ ب بيساوي أ ج، يعني ده مثلث متساوي الساقين، وفيه زاوية الرأس يا جماعة عندي ب40 درجة. هو بيقول لي أوجد قياس زاوية أ ب ج، يعني عايز ديت أ ب ج، عايز الزاوية دي. طب إيه المشكلة؟ ولا أي حاجة. أول حاجة المثلث ده متساوي الساقين وفيه زاوية الرأس ب40، يبقى أجيب ازاي زاويتي القاعدة؟ أو 180 ناقص 40 يديني 140. 140 على الاتنين، يبقى الزاوية دي تاخد 70 درجة، والزاوية دي برضو تاخد 70 درجة. خلاص كده أنا أثبت، جبت له المطلوب الأول. طيب كده أنا أقول إيه؟ البرهان. هقول له أول حاجة بما أن المثلث أ ب ج، المثلث أ ب ج فيه أ ب بيساوي أ ج، وإيه تاني كمان؟ وقياس زاوية الألف بيساوي 40 درجة. إذن قياس زاوية الألف ب ج اللي هي الزاوية ديت بيساوي قياس زاوية الألف ج ب اللي هي زاوية ج، بيساوي 180 درجة. أطرح منها 40 وأقسمها على 2 هيديني 70 درجة، وده المطلوب أولا. اثبت كمان إن زاوية أ ب د اللي هي من بره ديت أهي كده دي، اثبت إنها بتطابق زاوية أ ج أ ج ه. سهلة خالص. مش ده مستقيم؟ مش الزاويتين دول مجموعهم ب180؟ يعني أنا عايز أقول الزاوية دي بتكمل الزاوية دي، والزاوية دي بتكمل الزاوية دي، يبقى مكملات دول قد بعض. تاني، الزاوية دي بتكمل الزاوية دي، والزاوية دي بتكمل الزاوية دي. مكملات الزوايا المتساوية في القياس متساوية في القياس. طب أقولها إزاي؟ أقول له بما أن زاوية أ ب د، بما أن زاوية أ ب د تكمل زاوية أ ب ج، دي بتكمل دي أ ب ج، وزاوية أ ج ه اللي هي من بره دي أ ج ه بتكمل زاوية أ ج ب. خلاص، ايه معنى كده؟ مكملات خدناها في سنة أولى، الزوايا المتساوية في القياس تكون متساوية في القياس. يبقى إذن طالما إن الزاوية دي كد دي، يبقى دي بتطابق دي، يبقى زاوية أ ب د المطلوب اللي هو زاوية أ ب د بتطابق زاوية أ ج ه. وبكده يبقى خلصت البرهان الأول. تعالى ندخل على السؤال الثاني أو البرهان الثاني. بيقول لي هنا المثلث أ ج د، المثلث ده مثلث متساوي الساقين، لأن هو عمل لي علامتين،
تمام. يبقى ده مثلث متساوي الساقين ولكن ما فيهوش اي زوايا من جوه. مديني كمان مثلث تاني اسمه ا ج ب، مديني فيه زاويتين، في زاويه ب 40 اللي هي زاويه ب، وفي زاويه دي اللي هي نقول عليها ب ا ج، الزاويه دي ب 30. يبقى المثلث اللي على اليمين ده فيه زاويتين، زاويه ب 30 وزاويه ب 40. طب انت عايز ايه؟ عايز قياس زاويه د اللي هي ديت، عايز قياس زاويه د. خلاص كده. طيب المسألة دي يا جماعة ليها أكتر من حل، ليها أكتر من حل. عايز تجيب الزاوية دي، مش المثلث اللي على اليمين اللي هو أ ج ب فيه 3 زوايا، في 2 منهم أقدر أجيب التالتة؟ أجمع ال30 وال40 اديني 70، يبقى الزاوية دي ب110 والزاوية دي بتكمل دي، يعني هما الاتنين ب180، يبقى دي تطلع ب70. دي حل. الحل التاني الزاوية دي تطلع ب70. ليه؟ ما احنا لسه شارحينها. الزاوية دي يا جماعة اللي اسمها أ ج د، وده الحل الأسهل. مش دي خارجة عن المثلث ده؟ الزاوية دي مش خارجة؟ خارجة. طب قياسها بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع الزاويتين دول، يعني اجمع ال30 وال40 يديني الزاويه الخارجه اللي من بره. طب ما هو المثلث ا ج د ده مثلث متساوي الساقين، يبقى زاويتي القاعده متساويتين في القياس. طب ما دي ب70 يبقى دي زيها ب70 درجه. تمام. طيب تعالى نقول كده الخطوات ازاي. البرهان: بما ان زاويه ا ج د، ا ج د خارجة عن المثلث أ ب ج، إذا قياس الزاوية الخارجة يساوي مجموع الزاويتين الداخلتين اللي هي ب أ ج، أقرأها ب3 حروف، ب أ ج زائد قياس زاوية ب. خلاص كده. يبقى قياس زاوية أ ج د، اجمع الزاويتين دول اللي هما ال30 زائد ال40 هيديني 70 درجة. خلاص كده. ادخل على المثلث الثاني اللي هو أ ج د، اقول له في المثلث أ ج د، بما ان أ ج بيساوي أ د، أ ج بيساوي أ د، إذا زاويتي القاعدة متساويتين في القياس. طب ما أنا جبت واحدة ب70 تبقى التانية برضو بكام؟ ب70. يعني أقول له إيه؟ إذا قياس زاوية أ ج ب اللي أنا جبتها ب70 درجة بيساوي قياس زاوية د، ودي برضو ب70 درجة. جبت المطلوب الأول. عايز قياس زاوية ج أ د، ج أ د يعني عايز الزاوية الثالثة في المثلث. أنا كده خلاص اللي على اليمين ده انساه. الزاوية الثالثة في المثلث أجمع الاتنين دول وأطرحهم من 180، لأن مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة ب180 درجة. يبقى أقول له على طول قياس الزاوية اللي أنت عايزها اللي هي ج أ د يساوي 180 درجة ناقص 2 في 70 اللي هي 70 و70، يساوي ادي 180 مجموع الزاويتين دول ب140 درجة، واطرح 180 ناقص 140 يديني 40 درجة. وده كده السؤال رقم 2 او البرهان الثاني. ننتقل الى الشكل الثالث. بيقول لي هنا مديني مثلثين، خلي بالك كده المثلث اللي على الشمال مديني علامتين، شرطتين شرطتين شرطتين. استفاد من كده ايه؟ ان المثلث ا ج د ده مثلث متساوي الساقين، متساوي الاضلاع، يبقى كل زاويه انا معرفش هو عايز ايه، كل زاويه ب60. خلاص كده. والمثلث اللي على اليمين ده في الشرطة دي كد الشرطة دي، يعني ده مثلث متساوي الساقين، يبقى ده زاوية الرأس 180 ناقص 40 يديني 140 على الاتنين يبقى 70، يبقى الزاوية دي ب70 والزاوية دي ب70. طب انت عايز ايه؟ عايز ب أ د، زاوية ب أ د شاملة 70 و60 يبقوا 130. طب اقولها ازاي؟ اقول له بما ان المثلث أ ج د او أ د ج ده مثلث متساوي الأضلاع، إذا كل زاوية فيه ب60. أنا عايز دي ما اسمهاش ألف، اسمها ج أ د، يبقى قياس زاوية ج أ د ب60 درجة. أدخل على المثلث الثاني. في المثلث
ألف ب ج، بما أن ألف ب يساوي ب ج، خلي بالك دول اللي هم كد بعض في الطول، يبقى القاعدة زاويتين القاعدة اللي جابها لهم على طول، هو مدين الرأس وقياس زاوية الب ب40 درجة، يبقى الزاوية دي هي الزاوية دي، أقول 180 ناقص 40 واقسم على 2، يبقى كده أقول إيه؟ إذا قياس زاوية ب ألف جيم يساوي قياس زاوية ألف جيم ب يساوي 180 ناقص 40 على الاتنين. أنا قلت 180 ناقص 40 يديني 140، 140 على الاتنين فيها ال70. طب هو عايز زاوية ب ألف د، ب ألف د يعني شاملة زاويتين، يبقى أقول له كده إذا قياس زاوية ب ألف د أجمع ال70 زائد ال60 هيديني 130 درجة. والسؤال ده على طول بيكرر في الامتحان. وانتقل إلى المسألة رقم 4 في البرهان. بيقول لي هنا يا مستر في توازي ألف د بيوازي ب ج، وخلي بالك إن الزاوية دي ب30، والمثلث ده عفوا المثلث ألف ج ب ده مثلث متساوي الساقين، تمام كده؟ طيب في توازي، هو عايز زوايا المثلث أ ب ج، يعني عايز زاوية ج وعايز زاوية أ وعايز ب. طب خلي بالك معايا، هو ليه مديني توازي؟ طب مش تيجي تتذكر معايا الأول، فاكرين يا جماعة التوازي؟ فاكرين التوازي؟ فاكرين الحرف ده حرف ايه؟ والحرف ده حرف ايه؟ والحرف ده حرف ايه؟ تعالوا نتذكر مع بعض. الحرف ده حرف زد، يعني في زاويتين قد بعض بالتبادل اهم دول، الزاوية دي قد الزاوية دي بالتبادل، يعني دي لو ب30 درجة تبقى دي ب30 درجة، بس لازم يكون في توازي. خلاص كده؟ ده حرف الزد. حرف الاف برضو لازم يبقى فيه توازي، يبقى الزاويتين دول قد بعض بالتناظر، الزاويتين دول قد بعض ايه؟ بالتناظر. حرف اليو برضو ده بيوازي ده، يبقى الزاوية دي والزاوية دي هما الاتنين مجموعهم ب180 درجة، الزاوية دي والزاوية دي الزاويتين دول هما الاتنين ب180 درجة، يعني دي مثلا لو ب120 تبقى الزاوية دي ب60، لأن هما الاتنين بيكملوا بعض. دول الثلاث أحرف. أول ما يجيب لي في المسألة حرف من الثلاث حروف لازم أستفاد إن في زاويتين قد بعض، لا إما بالتبادل لا إما بالتناظر لا إما في زاويتين بالتداخل. طيب أنا عشان أجيب له هنا زوايا المثلث بالكامل يا جماعة، مش أنا ممكن أستفاد من ده حرف إيه ده؟ امشي معايا كده، ده حرف ايه؟ ده حرف زد، يبقى الزاوية ديت بتساوي الزاوية دي بالتبادل. خلاص كده؟ كده انتهى اللي هو الحرف. ادخل على المثلث. المثلث ده يا جماعة مش في الضلعين دول قد بعض، يبقى الزاويتين اللي من تحت اللي هما زاويتي القاعدة متساويتين في القياس. طب ما زاوية الرأس هنا بكام؟ ب30، يبقى اطرح 180 ناقص 30 يديني كام؟ 150. 150 على الاتنين يبقى الزاوية دي ب75 درجة والزاوية دي ب75 درجة، وبكده جبت له كل ايه؟ زوايا المثلث أ ب ج. طب تعالى نطبق الكلام اللي أنا قلته ولكن بالبرهان. أول حاجة هقول له بما أن أ د بيوازي ب ج، أ د الشعاع أ د بيوازي ب ج، وأ ج قاطع، أ ج قاطع. خلاص كده؟ إذا قياس زاوية الجيم يساوي قياس الزاوية دي، ما اسمهاش ألف عشان مشتركة، اسمها د أ ج، د أ ج بيساوي 30 درجة بالتبادل. خلاص كده؟ أدخل يا مستر بعد كده على المثلث أ ب ج. بما أن المثلث أ ب ج فيه أ ج يساوي ب ج، أ ج يساوي ب ج، وأنا جبت كده قياس الرأس ب30. طب طالما جبت الرأس أقدر أجيب زاوية القاعدة، يبقى أقول له إذا قياس الزاوية دي اسمهاش أ، اسمها ج أ ب، ج أ ب يساوي قياس زاوية الب
يساوي 180 ناقص 30 أقسم على 2 يديني 75 درجة. وبكده يبقى أنا جبت له زوايا المثلث الثلاثة اللي هم بتوع المثلث أ ب ج. وده كان البرهان رقم 4، ودي كلها أمثلة كتاب المدرسة، أسئلة كتاب المدرسة. أدخل بعد كده على البرهان الخامس. الشكل ده يا جماعة الأول ما كانوش بيهتموا بيه في الامتحان، ولكن ليه سنتين 3 بيجي على طول. مديني هنا المثلث أ ب ج. طبعا ده مثلث متساوي الساقين، لأن مديني فيه علامتين على الضلعين أ ب وعلى أ ج. ومديني زاوية الب، أو زاوية الب مش مدهاني بدرجة، ولكن مدهاني ب2 س زائد 13. ومديني زاوية الجيم مش مدهاني بدرجة، ولكن مدهاني ب3 س ناقص 17. وبيقول لي ان الالف ب بيساوي الالف ج. طب انت عايز ايه؟ اوجد قياسات زوايا المثلث ا ب ج. طيب ماشي. اول حاجة انا الف ما عنديش، ولا ب ما عنديش، ولا ج ما عنديش، بس في حاجة، مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة بكام؟ ب180. يعني انا كده اهو ايه، هجمع الالف وهجمع الب وهجمع الجيم، تمام، ب180. بس طبعا عشان اجيب الالف اجمع دول ازاي وانا ما عنديش اصلا؟ بس في معلومه هنا بتقول لي ان الالف ب بيساوي الف ج، الف ب بيساوي الف ج. على طول اقول له بما ان الف ب بيساوي الف ج، اذا قياس زاويتي القاعده اللي هي قياس زاويه الب يساوي قياس زاويه الجيم. يبقى اساوي الب بالجيم، اشوف الب بكام واشوف الجيم بكام. الب هشيلها واحط مكانها 2 س زائد 13 يساوي، طب والجيم ب3 س ناقص 17. ايه يا مستر، ده انا عندي مجهولين، عندي في س على اليمين وفي س على الشمال. خلي السينات على اليمين وخلي الاعداد على الشمال، واللي يتحرك من مكان لمكان تاني يدفع ضريبة وتتغير اشارته. السينات على اليمين يعني 2 س زي ما هي ال3 س اللي هتروح الناحية التانية هتبقى سالب 3 س يساوي سالب 17. موجب 13 دي لما هتروح الناحية التانية هتبقى سالب 13. 2 س ناقص 3 س، طبعا 2 ناقص 3 سالب 1 هيبقى سالب س يساوي سالب 17 ناقص 13 يبقى سالب 30. السالب راح مع السالب، أصبح السين ب30. السين بكام؟ ب30. طب خلاص، ما أنا كده أقدر أجيب زاوية ب وأقدر أجيب زاوية ج. أشيل السين وأحط 30، يبقى قياس زاوية الب بيساوي، اصلا هي الب كان اسمها 2 س زائد 13، يعني 2 مضروبه في السين. طب ما انا جبت السين ب 30، يبقى 2 في 30 زائد 13. 2 في 30 ب 60، 60 زائد 13 يساوي ادي 0 زائد 3 3، و6 زائد 1 يديني 7، يبقى ب 73. طب ما زي ما زاوية الب ب 73 يبقى الجيم ب 73 لأنهم قد بعض. يبقى أقول له إذا قياس زاوية الب يساوي قياس زاوية الجيم، وكل واحدة منهم هتبقى ب 73 درجة. كده جبت زاويتي القاعدة. أقدر أجيب زاوية ألف على طول، أطرح من 180 يبقى أقول له قياس زاوية الألف 180 ناقص افتح قوس، أقول له 73 زائد 73 يساوي. عاملها ازاي على الآلة الحاسبة؟ هقول له 180 ناقص افتح قوس 73 زائد 73 اقفل القوس هيديني 34 درجة. يبقى أنا كده جبت إيه؟ الزوايا كلها. لو جيت جمعت 73 و73 و34 أدي 73 زائد 73 زائد 34 هيديني ال 180. والفكرة دي يا جماعة لازم نركز عليها، لأنها بتيجي دايما باستمرار في الامتحان. بيحب يجيب اللي بيدخل التطبيقات أو الحاجات اللي فيها جبر مع الهندسة عشان يميزك كطالب فاهم. آخر برهان إن شاء الله، معلش أنا طولت عليكم.
بيقول لي هنا المثلث س ع ص، خلي بالك معايا مديني ضلعين عليهم علامتين يساوي، يعني معناه المثلث ده مثلث متساوي الساقين، ومديني الزاويه اللي من بره دي اللي من بره المثلث اللي هي اسمها زاويه س ع ل، دي مديهاني ب 130 درجه. ولو لاحظتوا يا جماعه ان السين ص بيوازي اللام ميم، ده في توازي يا مستر. استنتج ايه ان في توازي؟ بص كده، شايف الحرف ده؟ حرف ايه ده؟ حرف زد اهو، الحرف ده حرف زد، يعني الزاوية ديت بتساوي زاوية صاد. طب ما انا لا عندي دي ولا عندي دي، رغم ان هو عايز زاوية ميم لام صاد، ميم لام صاد يعني عايز دي. طب ما انا لو قدرت اجيب صاد، لو قدرت اجيب صاد يبقى هي لام. طب صاد دي اجيبها ازاي؟ ما هو في معلومة، زاوية س عين لام اللي هي الزاوية اللي من بره، ايه علاقتها بالمثلث؟ ما هي زاوية خارجة، زاوية خارجة. يبقى اذا السين والصاد هما الاتنين ب 130. طيب مش المثلث ده متساوي الساقين؟ طب ما يبقى الزاويتين دول قد بعض، يعني هما الاتنين ب 130، اقسم على 2 يبقى الزاوية دي تاخد 65 والزاوية صاد تاخد 65، يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي بإيه؟ بالتبادل. تعال نقول اللي احنا اتكلمناه دلوقتي بس بالبرهان. اقول له بما ان زاوية س ع لام، س عين لام خارجة عن المثلث س صاد عين، إذا قياسها بقى اللي هي س عين لام قياسها بيساوي إيه؟ مجموع الزاويتين اللي من جوه اللي هي السين والصاد، يبقى زاوية س زائد قياس زاوية صاد، خلاص كده بيساوي 130 درجة. كده هما الاتنين ب 130، أنا لسه ما قلتش إن هما متساويين. وبما أن المثلث س صاد عين، المثلث س صاد عين فيه إن السين عين يساوي الصاد عين، أهو السين عين يساوي الصاد عين، تمام كده. يبقى إذا الزاويتين اللي هما السين والصاد قد بعض، أقسم من 130 على 2 هيديني 65 درجة. ادخل على حرف الزد، لازم اقول ان ده بيوازي ده، بما ان س صاد يوازي لام ميم، بما ان س صاد يوازي الشعاع لام ميم. خلي بالك ان اللام صاد ده قاطع، هو القاطع بينهم، لام صاد قاطع، خلاص كده. يبقى اذا في تبادل، في زاويتين بالتبادل، قياس زاوية الصاد يساوي قياس زاوية اللام أو ميم لام صاد، ميم لام صاد يساوي قياس زاوية ميم لام صاد يساوي 65 درجة بالتبادل. خلاص كده يا جماعة، وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم بأمر الله. ولو حضرتك فاتك البث أنا سايب رابط القناة في العنوان من فوق. شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.